كل زائر يدخل إلى الزيارة يحمل معه هذه العقيدة: تنزيه الإمام من النواقص، الإقرار بكماله وفضله ومقامه، وأنه الواسط بينه وبين ربه، هو باب الله الذي إليه يلجأ العباد، هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. هنا يكتسب عنوان الزائر العارف، يصير زائر عارف، مو زائر بس مسوي عمل حسن يحصل ثواب، وإن كان هذا أمر جيد ومهم، بس لابد للزائر أن يستثمر الفرص، وهذا ولذا يجد الزائر راحته النفسية عند مراقد المعصية، ما دخلها مهموم إلا وانكشف، ما دخله إنسان متألم مجروح إلا وطاب خاطره مجرد الدخول، لأن هذا الشعور وهذه المعرفة هي التي تعطيه الأدب والخضوع والتواضع، تعلمه الصبر، تعلمه حب الخير، النزعة إلى الخير والتخلي من الشر. لذلك يظهر أن الزيارات مدرسة روحية عظيمة.